السلام عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل صنف مكرونه بالفراخ اسمها مكرونه جاريه. كتير طبعا مننا عارفينها، وهنعملها بطريقه سهله وبسيطه بالفراخ، وممكن نستبدل الفراخ باللحمه، يعني هي تمشي مع الفراخ ومع اللحمه. تعالوا معانا نشوف الخطوات. اول حاجه يا حبايبي هجيب حله وارفعها على النار وانزل ب 3-4 معالق زيت بالشكل ده. هننزل فصين مستكة، بدأت المستكة تسيح هننزل بعد كده ببصلة صغيرة متقطعة قطع صغيرة. بعد يا حبايبي ما البصلة أخدت اللون الذهبي الفاتح ده، هنزل بالفراخ بتاعتي، هوطي وانزل بالفراخ بتاعتي. والفراخ هنا عبارة عن فرخة مغسولة كويس قوي ومتقطعة ل8 قطع. معلقة بهار فراخ، معلقة فلفل صغيرة، 3-4 فصوص حبهان، معلقة بابريكا، 3-4 ورقات لوري، معلقة صغيرة كزبرة حصى، ومعلقة ملح صغيرة مش كبيرة. كده يا حبايبي هبدأ اقلب الفراخ بتاعتي على الناحية التانية واوطي عليها واسيبها تنزل ميتها. بعد يا حبايبي ما الفراخ شوحناها في البصلة تشويحة كويسة زي ما احنا شايفين كده، هنزل عليها بعصير طماطم، 3 طماطمات متصفيين مضروبين في الخلاط ومتصفيين، معلقتين صلصة، قرن شطة سليم، ده هيدي ريحة ما تخافوش، مش هيعمل اي طعم حراق. ونقلب بعد كده يا حبايبي كل الحاجات دي مع بعضها، ونشغل البوتاجاز بتاعنا النار على الحلة بتاعتنا لحد ما الفراخ تغلي وتاخد درجة نص تسوية. بعد الفراخ بتاعتنا يا حبايبي ما بقت 3/4 سوا تقريبا، هوطي عليها وهنزل عليها بمعلقتين دبس رمان بالشكل ده. هنزل بميه مغليه على الفراخ بتاعتي تغطيها تماما، بعد الميه مغليت تماما هنبدا ننزل بالمكرونه بتاعتنا على الفراخ. زي ما انتم شايفين يا حبايبي المكرونه شربت الميه كلها اللي احنا حطيناها عليها وبدات تستوي، واحنا بنتعامل معاها ان هي مكرونه مفيش فراخ. طبعا المكرونه احنا حاطينها من غير سلق، نيه من غير سلق. دلوقتي لما نيجي نقلب المكرونه في الحاله دي بالتقليب بيبقى بالشكل ده علشان ما نعجنش المكرونه ونهري الفراخ. طيب لو حصل ان الميه نشفت قوي وما استوتش المكرونه لسه، اعمل ايه؟ حل بسيط، هغلي ميه وازود حبه كمان لحد ما المكرونه بتاعتي تستوي. وفي نفس الوقت ندوق الحدق بتاعنا، نظبط الحدق بتاعنا، عايزه ملح هنزود ملح، طبيعي ان هي تحتاج ملح، بس ده طبعا حسب كل واحد ما هو عايز كميه اكبر او اقل. بعد المكرونه بتاعتنا ما استوت يا حبايبي هننزل عليها بفصين توم مفرومين، وهنزل عليها بربطة كزبرة مغسولة متقطعة صغيرة ومتصفية كويس قوي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي الخضرة اللي احنا حطيناها الكزبرة الخضراء استوت في قلب المكرونة ومكرونتنا استوت. هنصبها مع بعض وندوقها ونقول ان شاء الله تكون كويسة.
زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، واحنا بنصب المكرونه بتجري ورا بعضها، عشان كده جت التسميه من ان هي مكرونه جاريه. وصبناها وما شاء الله الطعم والريحه تجنن. ان شاء الله يكون الفيديو استفدتوا منه ويعجبكم وتجربوها، وان شاء الله تبقى جميله باذن الله.